باسم المحامية والنيل من المرأة العراقية غير مقبول، وهذا ممكن أن تتعرض لها المحامية إلى عقوبة سلوكية ومهنية. يا بحرية التعبير أوكي، بس أنت كمحامية ليش تستخدمين كلمة محامية وتحاولين أن تبينين بأن هذه القضايا هي قضايا عامة وقضايا موجودة في المحاكم العراقية؟ هسه موجودة، هسه احنا متى نقول ما موجودة؟ والله العظيم موجودة، وموجودة مو هسه، موجودة عبر السنين، وموجودة بصورة فردية. بس ما تقول احنا لقينا حالات كثيرة بالخيانة. أنا أشجع المحاميات على الظهور الإعلامي وتثقيف المجتمع قانونيا. أنا من المؤيدات، لأنه احنا بكل صراحة ست نبراس سابقا كان عندنا فقط الله يرحمه أستاذ طارق حرب. أي والله. المحامي الوحيد اللي كان يظهر ويحلل ويعتبر خبير واحنا نفتخر به كمحامي، وعندنا خلينا صورته بالمتحف النقابه ويستحق. واني مع انه المحاميات الزميلات المحاميات ايضا ان يظهرن بالاعلام، لكن عليهن انه يوضحن المثالب، الاخطاء، المسائل القانونيه كثقافه قانونيه، لكن مو بطريقه تحط من قدر المراه العراقيه وتحاول تبين بأن المجتمع العراقي مجتمع منحل ومجتمع فاسد واكو شغلات كذا 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 كذا. يعني افتهمنا موجودة هاي الحالات، بس مو بهاي الطريقة، لأنه المواطن يثق بالمحامي.